طبعا اول شيء رحمه الله على كل شهداء سوريا، وعلى ال 71 شخص اللي ماتوا بالشحنه خنق من هنغاريا للنمسا. وثاني شيء بعد موت وبعد تشرد وبعد غابات قدرنا انا ومحمد انه نوصل لهون لهولندا وناخذ اللجوء في هولندا. طبعا بعد ما شفنا الاتحاد الاوروبي وشفنا هولندا والمشاريع والشغل والعروض والبيوت والاقامات اللي فيها، سالنا حالنا ليش رغم انه الدول العربيه الشباب شغيله فيها اكثر، البترول موجود في الدول العربيه، الزراعه في الدول العربيه، انه ليش اوروبا قدرت تطلع هالطلعه ونحن كدول عربيه بعدنا تحت؟ هلا انا تبين معي، انا شخصيا تبين معي انه يلعن شرف كل رئيس عربي على شرف الحاشيه اللي معه، على شرف كل شيء هيك حواليهم، لانه عم يمصوا دم الشعب العربي مصر، ويقول لك شو اوروبا كافره. اموالهم كلها في البنوك، رؤساء الدول طبعا اموالهم كلها في البنوك، في سويسرا، في امريكا، وفي محلات نحن يمكن بعدنا ما بنعرفها. كل المنتجعات في الدول العربيه لهم، كل الشركات في الدول العربيه لهم، جمعوا المليارات. طيب سؤالي لرؤساء الدول العرب، شو بدكم تسووا بهالمصاري؟ يعني كشعبكم انتم ميت وعم بهرب لاوروبا ولجوء وكله، شو بدكم تسووا انتم اخر شيء في المصاري؟ بتعرف شو بده يعطوك اخر شيء بعد ما تلم كل هالاموال اللي عم بتلمهم بالحرام؟ شو بده يعطوك؟ بده يعطوك قطنه. بتعرف وين يحطوا لك القطنه؟ خلي محمد يقول لك وين يحطوا لك القطنه. يحطوا لك اياها في ايدك تنلحش في القبر، هذاك الوقت بتشوف المصاري بليكي،